السوداني يمنع الجهات الرسمية من زيارة الوفود الأجنبية أو استقبالها، ويشكل لجنة تحقيق بشأن التدقيق الأمني. وسياسي مستقل يكشف عن اتفاقات سرية في مزاد بيع العملة. ومحلل سياسي يكشف حقيقة أبو مازن ويفضح صفقات الفساد في صلاح الدين. والحكم بحق سائق لنائب عراقي بسبب تجارة الممنوعات. وجه القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني ليوم الأربعاء الجهات الرسمية العراقية بعدم زيارة أو استقبال الوفود الأجنبية التي تزور البلاد، فيما أوعز بتشكيل لجنة تحقيقية بحق الجهات التي لا تلتزم بإلغاء التدقيق الأمني في المناطق المحررة. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان وارد أن السوداني ترأس اجتماع للمجلس الوزاري للأمن الوطني، وشهد الاجتماع بحث آخر المستجدات والأوضاع الأمنية فضلا عن مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال. وشدد السوداني في مستهل الاجتماع على أهمية الدور الذي يؤديه المجلس بوصفه السلطة الأعلى في البلاد المسؤولة عن القرار الأمني. وأوضح سيادته أن الهدف الأسمى في إنفاذ القانون ما زال يواجه تحديات سياسية واجتماعية واقتصادية، وهو ما يحتم أن يوافقه نجاح ملموس على المستوى الخدمي. وكشف أن هناك جهات سواء في الداخل أو في الخارج يزعجها أن يشهد العراق تحقيق إنجاز على المستوى الوطني، لذا فإننا كلما تقدمنا في خطوات تقديم الخدمات سنواجه المزيد من التحديات الأمنية. كشف السياسي المستقل أحمد العريبي الأربعاء عن وجود اتفاقات سرية في مزاد بيع العملة، فيما أكد أن هناك تهريبا للأموال بشكل يومي إلى خارج العراق. وقال العريبي خلال برنامج تلفزيوني أن مزاد بيع العملة هو لغرض الحصول على العملة العراقية، والمشكلة حاليا بالاتفاقات السرية في مزاد بيع العملة. وأضاف أن على مجلس القضاء الأعلى أن يتدخل بقوة، وهناك أمور تحتاج إلى معالجات فورية، مؤكدا وجود تهريب للأموال بشكل يومي إلى خارج العراق. وتابع العريبي أن هناك فواتير ب10 ملايين دشداشة نسائية في إحدى السنوات من قبل أحد المصارف، مشيرا إلى وجود أرباح مهولة. وقال البنك المركزي العراقي أول أمس الاثنين إيقاف التعامل بعملة الدولار الأمريكي ل4 مصارف عراقية. وصرح المحلل السياسي أبو فارس الحمداني بأن أبو مازن من الحيتان الكبار ومن المسؤولين عن صفقات الفساد في صلاح الدين. وأفاد مصدر أمني بمحافظة النجف يوم الأربعاء بصدور حكم قضائي بالسجن بحق سائق لدى عضو مجلس النواب العراقي لإدانته بتجارة المخدرات. وقال المصدر أن محكمة جنايات النجف أصدرت حكم بالسجن 15 عاما. وقال المصدر أن محكمة جنايات النجف أصدرت حكم بالسجن 15 عاما بحق سائق لدى أحد أعضاء مجلس النواب العراقي الدورة الحالية بعد إدانته بتجارة المخدرات في المحافظة. وبين المصدر أن المتهم المحكوم اعترف على نجل النائب الذي يعمل لديه سائق، فيما هرب الأخير إلى جهات مجهولة الهوية. وتابع المصدر أن القرار الصادر بحق السائق كان وفق أحكام المادة 28 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. وإلى هنا ينتهي خبرنا إلى هذا اليوم. أشكر كل شخص تابعني إلى هذه اللحظة. دمتم في أمان الله وحفظه.